هل الوقت مناسب علشان تشتري عقار في دبي؟ السؤال ده ليه إجابات مختلفة على حسب أنت عايز تشتري ليه. خلينا نتفق في الأول إن حركة البيع ما وقفتش، ونبدأ بالنوع الأول. لو بتفكر تشتري علشان تبيع بعد سنة أو سنة ونص، الماركت ده مش بتاعك، لأن التعافي مش هيحصل في يوم وليلة، إلا لو أنت معاك كاش وتعرف تصطاد عقار بسعر لقطة بجد، ودي ليها شروط وممكن نتكلم عنها في فيديو تاني. النوع التاني، لو بتشتري علشان تسكن فالوقت مناسب وأحسن كتير من 3 شهور فاتوا، خصوصاً لو التارجت بتاعك هو الميد ماركت أو الفئة السعرية تقريباً بين $1,000,000 وال5 مليون. دي أكتر فئة موجودة وعليها ضغط، ودلوقتي بقى في مساحة للتفاوض ما كانتش موجودة من 3 شهور فاتوا. مش بقولك استعجل واشتري، بس برضو ما تستناش 6 شهور كمان علشان الإشارة اللي انت مستنيها مش هتيجي. النوع الثالث، لو بتشتري علشان تزود راس مالك أو قيمة عقارك مع مرور الوقت، فلنفس الأسباب دلوقتي تقدر تتفاوض وتحصل سعر أفضل أو خطط دفع أسهل. المهم إنك تركز على مناطق أو مشاريع المعروض فيها مش كتير ومن مطور قوي. النوع الرابع، لو بتفكر تشتري علشان الإيجار، فركز على مناطق حركة المستأجرين فيها مستقرة، زي بيزنس باي، داون تاون، كوميونيتي زي دبي هيلز أو دمك هيلز، ومناطق تانية زي موتور سيتي والجي في سي.